تخيلوا معايا إن مجرد إنك تروح المدرسة يبقى مغامرة أكبر من إنك تطلع جبل عالي أو تخوض معركة. إحنا متعودين نشوف التعليم كأنه حاجة عادية، لكن في حتت كتير من العالم خصوصا البنات التعليم بالنسبة ليهم حلم ممنوع. قصتنا النهاردة عن بنت صغيرة من وادي سود في باكستان، مكان هادي أخضر كله أنهار وجبال، لكن رغم جمال الطبيعة كان فيه خوف كبير مسيطر. البنت دي اسمها ملالا يوسفزي. البنت كان عندها شجاعة مش عادية، وصوتها هز العالم كله. قصتها تاخدنا من الطفولة البريئة للصراع مع طالبان، للرصاصة اللي حاولت تسكتها، للوقفة التاريخية قدام الأمم المتحدة، لحد ما تبقى أصغر حد ياخد جايزة نوبل للسلام. بس الأهم إننا مش بس هنتفرج، احنا نتعلم من قصتها عن الثقة بالنفس، عن الإصرار، عن إن ازاي ممكن أي واحد فينا يبقى صوت للتغيير. يلا نبدأ الرحلة. مالالة اتولدت سنة 1997 في قرية هادية اسمها ميغورا في وادي سوات. المكان كان أشبه بالجنة، أنهار صافية، جبال خضراء، وزهور في كل مكان. لكن ورا الجمال ده كان فيه حقيقة صعبة. مجتمع بيشوف إن البنت مكانها مش المدرسة، وإن التعليم للبنين أهم. أبوها ضياء الدين يوسف سي كان معلم بسيط لكن مؤمن بحاجة عظيمة، إن العلم هو السلاح اللي بيكسر أي قيود. فتح مدرسة صغيرة وكان عنده حلم إن بنته تتعلم زي الولاد. من وهي صغيرة ملالا كانت بتقعد تقرأ في أي ورق تلاقيه، كتب قصص، كتب دراسية، أي حاجة تقع في إيدها. عندها 10 سنين تقريبا بدأت تسأل نفسها: ليه في بنات كتيرة بيتمنعوا من اللي أنا بعمله دلوقتي؟ ليه حلم صغير زي إنك تقرأ أو تتعلم يبقى ممنوع؟ لكن الدنيا اتغيرت بسرعة. طالبان بدأوا يسيطروا على المنطقة، المدارس اتقفلت، البنات اتمنعوا، والكتب بقت خطر. سؤال ليك انت: لو انت في مكانها هتستسلم وتقول دي القوانين، ولا هتسأل نفسك ليه وليه لأ؟ في سنة 2009 وهي لسه طفلة قررت مارالا إنها مش هتسكت. بدأت تكتب مدونة للبي بي سي باسم مستعار، كانت بتحكي يومياتها، خوفها وهي رايحة المدرسة، البنات اللي بيبكوا عشان ما قدروش يدخلوا فصل، الإعلانات اللي بتحطها طالبان على الحيطان: التعليم حرام على البنات. صوتها كان بسيط بس صادق جدا، والصدق بيعدي أي حدود. المدونة انتشرت في العالم كله، ناس في أوروبا وأمريكا بدأوا يعرفوا إن في طفلة صغيرة في باكستان بتخاطر بحياتها عشان تقول التعليم حق. طبعا طالبان اعتبروا ده تحدي مباشر، ازاي بنت صغيرة تقف قصادهم؟ ازاي قلم بيهزم رصاصة؟ 9 أكتوبر 2012، يوم عادي، ملالا راجعة من المدرسة في باص مليان بنات. فجأة طالبان يوقفوا الباص، واحد منهم يطلع يسأل فين ملالا. قبل ما حد يلحق يتحرك رفع سلاحه وضربها بالرصاص. الدنيا كلها وقفت. خبر زي ده بينتقل للعالم بسرعة البرق، جرايد، قنوات، سوشيال ميديا، الكل اتصدم. ازاي بنت عندها 15 سنة تتعرض لكده؟ لكن الرصاصة طالبان افتكروا انها هتسكت صوتها، حولت صوتها لصوت العالم كله. ملالا اتنقلت بسرعة لإنجلترا، عمليات جراحية، علاج طويل، تعب جسدي ونفسي كتير. كان ممكن يقولوا كفاية، هي حاولت وخلاص، لكن لأ. في 2013 ملالا وقفت قدام الأمم المتحدة وقالت كلمة دخلت التاريخ: رصاصة واحدة مش هتوقفني، معلم واحد، كتاب واحد، قلم واحد يقدر يغير العالم.